ورجعنا لكم مشاهدينا مع آخر فقرة من فقرات صباح الخير يا مصر، وهي الفقرة الرياضية. لقائنا الرياضي النهاردة هنتكلم فيه عن لعبة البولينج من خلال حديثنا عن بطولة سيناء الدولية المفتوحة رقم 15 للبولينج، واللي أقيمت بالمركز الدولي للبولينج بالقوات المسلحة واختتمت آخر الشهر اللي فات. واحنا طبعا سعداء بأن اللاعب المصري أيمن هاشم فاز بالمركز الأول رجال بهذه البطولة، وسعداء برضو أنه يكون معنا في هذا اللقاء. مشاهدينا خلوني بالبداية أرحب بضيوفي الدكتور أحمد عفيفي عضو المجلس المصري للبولينج. لا مش أستاذ حضرتك وأيمن هاشم لاعب منتخب مصر والحاصل على هدية البطولة. مش كل واحد خميس يا ابني ما جابلنا خميس. طيب يعني بداية كده لو تكلمنا عن الجهات اللي دعمت البطولة دي وشاركت بجهودها وإمكاناتها في نجاح بطولة سيناء الدولية للبولينج. في البداية احنا بنهدي الشعب المصري كله الحقيقة كاس البطولة، ويمكن أيمن ما خدش بطولة سيناء بس، لا خد بطولة التصنيف الآسيوي كمان مع بطولة سيناء، يعني جمع بين بطولتين رغم وجود أبطال العالم. الحقيقة زي ما حضرتك قلتي إن كان في دعم من وزارة الرياضة، الحقيقة دعم قوي الحمد لله للاتحاد، بالإضافة لوزارة السياحة، بالإضافة أن الاتحاد بعلاقاته المختلفة قدر أنه يوفر بعض الرعاة، فقدرنا الحمد لله أن احنا نجيب الموارد اللي تغطي البطولة، وحققت الحمد لله إلى حد ما قدر النجاح. نعم كابتن أيمن، يعني يا ترى جايزة المركز الأول رجال اللي أنت حصلت عليها عبارة عن إيه؟ وزي ما احنا شايفين أنت جايب معاك كاس، ويا ريت لو تشرح لنا بقى وتوصف لنا. بطولة سيناء بطولة دولية شارك فيها جميع دول العالم، بطل أمريكا، أبطال البحرين، قطر، الكويت، السعودية، وتايلاند وماليزيا، ولاعيبة من منتخب مصر، كلهم أبطال عالم واسيا عامه ابطال عالم. فانا فاينل لعبت مع بطل البحرين يوسف فلاح، هو بطل عالم والحاصل على بطوله سيناء في 2011 و2012. لعبت الفاينل معاه بفرق سكور 257 194 والحمد لله كسبت. وفي الثاني يوم كان التصنيف الاسيوي. التصنيف الاسيوي ده عباره عن عده بطولات، وفي اخر السنه بتقام فاينل في الكويت. فانا الحمد لله في السنه دي كسبت التصنيف الاسيوي الحمد لله. الحمد لله، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. طيب يا دكتور، تكلمنا برضو عن الدول اللي شاركت في البطولة، وبرضو عدد اللاعبين واللاعبات اللي شاركوا في المسابقات بالتفصيل بالظبط. الحقيقة احنا كنا حريصين ان احنا ننظم البطولة في هذا التوقيت عشان نشارك الشعب المصري وقواته المسلحة يعني احتفالاته بالذكرى ال31 لعودة سيناء. نعم. فمعظم البلاد العربية ودول الخليج بالكامل شاركت معنا، لدرجة ان عدد البلاد المشاركة في البطولة وصل ل 12 دولة، منها أمريكا وتايلاند ودول الخليج بالكامل، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقطر والكويت. فالحمد لله كان في يعني رغم الظروف اللي بتمر بيها البلد، كان في إصرار من البلاد العربية والبلاد الأوروبية، ويمكن الولايات المتحدة شاركت معنا في البطولة. عدد اللاعبين وصل إلى 100 لاعب ولاعبة، فده كان الحقيقة حقق لنا الهدف الثاني من إقامة البطولة، وهو إثراء السياحة الرياضية أو المساهمة في السياحة الرياضية بشكل فاعل كاتحاد وطني، وإن احنا نبعت رسالة لكل العالم إن مصر آمنة وبخير، وإن شاء الله هتتعافى قريبا وتعود إلى مكانها الطبيعي. إن شاء الله يا رب. طب يعني لكن اللاعبين اللي شاركوا في البطولة يا ترى جم مرشحين من قبل اتحادات اللعبة في بلادهم، ولا اتقدموا بصفاتهم الشخصية؟ الحقيقة هي بطولة مفتوحة، ولكن احنا كاتحاد مصري بنخاطب الاتحادات المماثله في كل البلاد الاعضاء في الاتحاد الاسيوي، لان زي ما حضرتك عارفه يا استاذه رغده ان احنا بنلعب في الزون الاسيوي. فالحمد لله كان في قبول من الدول، والدول دي هي اللي بتتفاعل مع الاتحاد المصري وبتبعت اسماء اللاعبين، وبيبقى في بروتوكول لاستقبالهم وتسكينهم واللي هي اجراءات تنظيم البطوله. طيب كابتن أيمن، يعني تكلمنا عن مشوارك في البطولة، خاصة المباراة النهائية اللي فزت فيها وفزت بالبطولة. هي البطولة عامة عبارة عن ترايلات، بيتاخد أحسن 3 ترايلات يتلعب بيهم. ففي بياخدوا أول 10 مصريين وأول 10 عرب أو أول 10 أجانب عامة، وأول 16 في السكور بالتوازي. المرحلة الأولى في التصفيات خدت المركز ال 12. المرحلة الثانية خلصت أول، فالثاني والثالث والرابع بيلعبوا ستيب ليدر على اللي يقابلني. كان بطل تايلاند
وبطل الكويت وبطل البحرين، كل ده اصلا عامه ابطال عالم. منهم واحد لازم يقابلني، فيوسف فلاح قابلني في الفاينل، فكسبت فرق سكور عليه. تمام الحمد لله. ده فرق جامد ايمن، فرق كان فرق 100 بن تقريبا في مباراه ختاميه 56 190. فكانت الحقيقه كان اداء رائع لايمن. طيب يعني من الملاحظ ان اغلب الدول اللي كانت مشاركه كانت جايه من قاره اسيا، هل ده ليه تفسير معين؟ لا، هي بطوله سيناء مدرجه على الاجنده الدوليه للاتحاد الاسيوي. يعني لان مصر زي ما حضرتك عارفه بنلعب في الزون الاسيوي، فالبطوله يعني هي اسيويه مدرجه على الاتحاد الاسيوي، فكل البلاد الاسيويه بتحاول تشارك معنا. ليه؟ لان زي ما حضرتك بيقام على هامش بطوله سيناء بطوله التصنيف الاسيوي، يعني بيبقى فيه رانكينج للاعب اللي بيشارك في البطولات اللي تابعه للاتحاد الاسيوي. فالاتحاد الاسيوي مختار 10 بلاد بيعمل فيها بطولة التصنيف دي، منها مصر. الحمد لله يمكن عندنا كوادر محترمة جدا في الاتحاد الآسيوي بتمثل مصر، الأستاذ فاروق هريدي، وكان معانا اللي هو في رياض اللي هو أحمد نصر. قدرنا إن احنا ندرج هذه البطولة في أجندة الاتحاد الآسيوي. فاللاعب لما بيشارك عندنا بياخد درجات معينة، وفي الآخر بيبتدي يتم تصنيف اللاعبين في الاتحاد الآسيوي. طيب دكتور، يعني لكن هل هناك دول كانت بتشارك في البطولة دي قبل كده والسنة دي اعتذرت عن المشاركة، وفي نفس الوقت هل في دول ما كانتش بتشارك وشاركت لأول مرة؟ يعني الحقيقه انا عايز اقول لك ان رغم الظروف الصعبه اللي بتمر بيها العراق كانت مشاركه معنا في البطوله، لكن الحقيقه هي اللي منعها بعض الظروف انها ما تشاركش معنا السنه دي هي دوله سوريا عشان الظروف الطارئه اللي عندهم، فالحقيقه ما شاركوش. لكن انا شايف ان في البلاد بدات تشارك تباعا معانا الحمد لله، لان بطوله سيناء الدوليه بقت ليها سمعه دوليه غير عاديه. والدليل على كده ان معظم ابطال العالم، يعني كان عندنا تيم ماك الامريكي موجود، يوسف فلاح البحريني، كان عندنا ديفيان الكويتي، فكل ابطال العالم بيبقوا حريصين، لان الحمد لله جوائز البطوله بقت عاليه فبتجذب ابطال العالم. بالاضافه ان لما البطوله قدرنا ناخد موضوع التصنيف الاسيوي ده فبدا يجذب ابطال العالم للمشاركه في البطوله. كابتن ايمن، يعني تكلمني عن موضع مصر ولاعبي مصر على المستوى الدولي بالنسبه للبولينج وموقعهم برضو من بطوله سيناء الدوليه للبولينج. هي بطوله سيناء الدوليه لها يعني كتصنيف اسيوي، انا الحمد لله دلوقتي في التصنيف الاسيوي المركز الرابع، بس لازم عشان اقدر اكمل واوصل مثلا لبطوله الكويت اللي هو اخر بطوله لازم يكون احسن 16، فلسه في حوالي بتاع 3-4 بطولات على الاقل محتاج ان انا اشارك في واحده فيهم. فهي دي مشكلتنا بس عامه في البولينج، ان مفيش دعم كتير ان احنا ممكن نسافر كذا بطوله بره. بس لعبت ابطال العالم، يعني مثلا اللي لعب في بطوله سيناء اسبوعين بالظبط وهيسافر بطوله ثانيه، اسبوعين بعديهم وهيسافر بطوله ثانيه. هي دي مشكلتنا بس. فانا مثلا البطوله دي اخلصها، ممكن انا بالظبط محتاج بطوله واحده عشان اخش بطوله الفاينل بقى في الكويت. فهي دي مشكلتنا بس، ان احنا ما بنسافرش كتير بره. طيب يا ترى ايه اشهر الدول اللي بتمارس هذه اللعبه عالميا؟ لا، ما هو منتخب الكويت ابطال عالم، البحرين ابطال عالم، تايلاند وماليزيا وكوريا ابطال عالم، والصين ابطال عالم، والسعوديه ابطال عالم. فاللي كانوا موجودين في بطوله سيناء كلهم مفيش لاعب اقول لك لا دون المستوى او مستواه مش كويس، لا كلهم ابطال عالم. وبطل امريكا واخد بطوله العالم تيم ماك كان برده معانا في البطوله. فاحنا عملنا احتكاك مع ابطال العالم والحمد لله تاهلت وان انا فزت عليهم. طيب دكتور احمد، بسال حضرتك عن البطولات الاخرى اللي بينظمها الاتحاد المصري للبولينج. الحقيقه احنا بننظم العديد من البطولات المحليه، يعني هم في بطولتين اساسيتين احنا بننظمهم كاتحاد، اللي هي بطوله الجمهوريه وكاس مصر. دي البطولات اللي بتؤهل الانديه ان هي تبقى عضو فاعل في الجمعيه العموميه اللي بتختار مجلس اداره اللي بيدير اللعبه. بالاضافه ان احنا بننظم العديد والعديد من البطولات في مدن المختلفه من جمهوريه مصر العربيه، بننظم في شرم الشيخ، في الغردقه، في بورسعيد، في الاسماعيليه، في السويس. فالحمد لله لينا نشاطنا المحلي، وده بيأهلنا ان احنا ننظم بطوله دوليه. ولكن احنا لينا بطوله واحده دوليه بننظمها الحقيقه، هي بطوله سيناء، ودي مدرجه على اجنده الاتحاد الاسيوي بتنظم كل عام. بالاضافه ان لما يقع علينا الاختيار من الاتحاد العربي ان احنا ننظم بطوله كاتحاد عربي يبقى علينا الدور بننظمها، وكل ده بيتم بفضل توفير المركز الدولي للبولينج القوات المسلحه اللي موجود في مدينه نصر، لانه بيحتوي على 24 لين، وهو ده اللي بيأهلنا ان احنا ننظم بطوله دوليه.
تمام. يعني مرة تانية احنا بنبارك للاتحاد المصري للبولينج لنجاح بطولة سيناء الدولية للبولينج، وبنبارك مرة تانية للكابتن أيمن هاشم لحصوله على المركز الأول بالبطولة. مشاهدينا احنا بكده نكون وصلنا بيكم لنهاية حلقتنا النهاردة. بنشكر ضيوفي الدكتور أحمد عفيفي عضو المجلس المصري للبولينج، وأيمن هاشم لاعب منتخب مصر والحاصل على ذهبية البطولة. بكده مشاهدينا نكون وصلنا بيكم لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم محمود يوسف، محمد المغربي، سحر ناجي، ومهتاب الأفندي، وفي قراءة النشرات الإخبارية ولاء غانم، وكنت معكم رغدة أبو ليلى. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وأسرة جديدة من برنامج صباح الخير يا مصر. إلى اللقاء.